في اصول برضه تقطعوا الطريق على الحريم بالشكل ده؟ لا مش اصول. اصول ازاي؟ عندك ده يا حيوان عشان تعمل فيه كده؟ احب انا الندايه اللي دمها سخن زي الفرس الحرمانه. الله، وكمان ايدك طويله. ايدك لقطعها لك. ايه؟ مش سامع ولا ايه؟ هي العمة دي قرصة على طبلة ودنك قوي كده؟ الله 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 الله. سحاب، ده بتاعي. ما شاء الله شجيع، ورجلك شايلاك، بس حظك الاسود وقعك في شومان العنتيل. فين جودر؟ فين اللي اسمه جودر ده؟ أنا جودر. انت اللي علمت على الرجاله لوحدك ولا اهل الحاره اتكاتفوا معاك؟ اهل الحاره كلهم اتكتروا علينا يا معلم. كذاب. محدش من أهل الحارة اتدخل يا معلم. جدع وشجيع. جبت سيرة بكلام زفر وسط الخناقه بين اهل الحاره. ما حصلش. حصل يا معلم. ما حصلش وأنا ما بكدبش. بياخد الروح اللي خالقها. إلا بالحق. رجالتك قالوا لك الخناقة كانت عشان إيه يا معلم؟ قطع علينا معلم وهبش فينا من باب للطاق. ولما عرف اننا من رجالتك ساق فيها وقبح في الكلام. كل رجالتك كدابين. اللي حصل إن اللي اسمه شومان ده اتحرش ببنت من أهل حتتنا. يرضيك الكلام ده يا معلم؟ أنت راجل صاحب مروءة. بتقول ايه؟ اتحرش بحريم؟ من امتى واحنا بنتحرش بالحريم ولا نمد ايدينا عليهم؟ يا عرة الرجاله! انت بتكذب دراعك اليمين وراجلك وتصدق واحد شبه ده؟ الراجل ده جريء في الحق، واللي ما يهابش من حق ما يكدبش. ودراعي اليمين لو غفلني ومد ايده على واحده حرمه اقطعه. سامحونا يا رجاله. يلا بينا. أهلا. يا مساء النور على البنور. سؤال وتاني ماشية. 10. لو كانت أي بنت من بنات الحارة هي اللي العيارين رموا جتتهم عليها، كنت برضه هتعمل نفس اللي عملته معايا؟ أيوه طبعا. طبعا؟ جاك طبعا في قلبك. ما هو أنا ما ينفعش أشوف بنت في نفس الموقف اللي أنت كنتي فيه وأقف أتفرج. برضه؟ بس أنت حاجة تانية. أنا ما كنتش حاسس بنفسي. كنت حاسس إن قلبي هو اللي طايح فيه. وبعدين بقى في العيون الحلوة دي مش هنعرف نشوف شغلنا كده. جودر، هو الحجاب اللي في رقبتك راح فين؟ معرفش ضاع مني فين. قلبت عليه الدنيا ما لقيتهوش. اما انا عامله لك بقى طاجن ام علي هتاكل صوابعك وراها. خد دوق. مالك يا راجل؟ فيك ايه؟ قلقان يا فاطمة، والقلق ماسكني من ساسر راسي. ظاهر اني اتصبت في الولدين سالم وسليم، دايرين يتصرمحوا في كل حتة، لا شغلة ولا مشغلة. عارف علاج العيال دي ايه؟ الجواز. جوز مين يا فاطمة؟ دول العيال شكلهم عنسوا.
لكن كل واحد فيهم ما يعرفش يفتح بيت. انا كل اللي صعبان عليا الواد جودر لا يخيب خيبتهم. ما هو انت اللي محكم رأيك. لازم الكبير يتجوز قبل الصغير. يعني هم كانوا بنات؟ يعني افرض مثلا جودر ربنا رزقه ببنت الحلال اللي تاخد بالها منه وتساعده وتصون، ما نجوزه ونفرحه ونفرح احنا كمان. شايفه كده يا فاطمه؟ مفيش غير كده. هم لما يشوفوا اخوهم مبسوط وسعيد وربنا رزقه بحته عيل هيغيروا منه ويعملوا زيه ويتجوزوا. على بركه الله. عايش انت بقى مع ام علي وخلي لي انا موضوع الجواز ده. وده سعد، نعم يا معلم. ما تنساش ترص الحاجه الجديده اللي جت النهارده. حاضر يا معلم. اهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. يا ساتر يا رب. ولا سعد، اجري بسرعه عند الشربطلي، قول له يجيب واحد عناب ساقع ويروقه بميه الورد عشان القمر يروق. حاضر يا معلم، من عينيا. ايه البوس ده؟ ولا حاجه، كل الموضوع انك فاكرني واقفه مرهون عليك، ولا حتى ربطت كلمه مع ابويا، والراجل ولا عارف يقول اه ولا عارف يقول لا لاي عريس بيتقدم لي. افهم من كده ان في حد متقدم لك؟ اه طبعا، اللي بيتقدموا لي كتير، واخرهم امبارح. ما عرفتش اقول لابويا ايه الصراحه، قلت له بس اديني شويه وقت افكر. بس وحياه ربنا يا جودر، انت لو ما جيت كلمت ابويا انا هتجوز الراجل بتاع امبارح ده. انا هون عليكي برضه. جودر انت بتهزر. ايه دي؟ ايه العصبيه دي؟ خلاص عقدتنا اتحلت. خالتك فاطمه اقنعت عمك عمر ان احنا ما نستناش سالم وسليم. تتكلم بجد؟ والله العظيم. بزغرط. بس لا، اهل الحاره يقولوا البت شروق اتجننت. قولي لي بقى يا شروق يا قمر، مين اللي جه يطلب ايدك؟ محدش طلب ايدي، ضحكت عليك. يا بنت اللذينه، خدي هنا تعالي. انا عن نفسي عارف انا عايز مين. بسم الله ما شاء الله. قول لي بقى، حاطط عينك على مين من بنات الحته؟ انا حاطط عيني على ايه؟ لا انا بقول نسمع سالم الاول ياما عشان هو الكبير برضه. وانت يا سالم حاطط عينك على مين يا حبيبي عشان تتجوز؟ لا انا مش عايز اتجوز دلوقتي. انا عايز اركز في الطريق الاول وبعدين الجواز يجي براحته. طب كويس، بس ده معناته ايه الكلام ده؟ معناته نقسم وكل حي يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. تقسم ايه يا سالم؟ انا بكلم الحاج مش بكلمك انت. عيب كده يا سالم، كلم اخوك كويس. استني يا فاطمه نشوف المحفظ بيفكر في ايه وعاوز يقسم ايه. عاوز تقسم ايه يا محفظ؟ كل حاجه. انت عاوز تورثني بالحياه؟ عمار بيد الله يابا، الحل في ايديكم، يا نقسم كل حاجه وكل حي يشوف طريقه، محدش يلومنا اللي هيحصل بعد كده. انت بتهددنا يا سالم. وهدد اللي يشدد لك كمان. في ايه يا سالم؟ استنى يا سليم، ياكش ياض تكون فاكر نفسك بطل وشجيع. نزل ايدك دي. انت هتمسك في خناق اخوك قدامي؟ خناقه لو ما حصلتش قدامك هتحصل من وراك، وانا قلت اللي عندي، يا نقسم وكل حي يشوف طريقه، محدش يلومنا اللي هيحصل بعد كده. ايه يابا ده؟ كل ده دهب مدكنه من ورانا؟ انا ما كنتش اعرف ان احنا اغنياء كده يا اما. حد غيرنا كان يستاهل يكون اغنى من كده. ايه ده يا ابني؟ احمد ربنا، ده غيرنا مش لاقي لا ابيض ولا اسود. في ناس ما يملاش عينها غير التراب. البركة من الله. أنا أستأذن. استنى يا مولانا لما نكمل الاسم. انا مش هتكلم في البيت، اهو لممنا كلنا. لا والله كتر خيرك. طب ما تطردنا من البيت كمان. يبقى قصدك الدكان؟ اه الدكان. انا قلت من الاول الاسم في كل حاجه، في المال والدكان. انت بتقسم في ميراث يا نطع انت؟ دي اسمة مال على حياة عيني، والدكانة دي تخصني انا، ولما ابقى اموت يبقوا اعملوا فيها اللي انتوا عاوزينه. يبقى انت كده ما عدلتش في الاسم يابا. اختشي عيب، كلم ابوك عدل. لا ما فيهاش خش، دي لحظه تحديد مصير، كل حي بعد كده يشق طريقه لوحده. طب انت شايف ايه يا سالم؟ الدكان سمعه وصيت وفي نص السوق، وبالعقل كده يعني جودر هيشغل فلوسه فيه فهيكسب، وانا وسليم كده هنكون مظلومين. ولا ايه يا سليم؟ نعم صح، احنا مظلومين يابا.
هي حالة واحدة بس اللي ما يحقلناش نتكلم فيها ولا نفتح بقنا، إن جودر يشق طريقه حر نفسه زيه زينا. لو جينا للعدل بقى يبقى جودر ياخد نص المال والباقي نقسمه على بعض، عشان هو اللي خد باله من المال ومن الدكانة وزود المال بعرقه وكده وشقاه وأمانته. صح يابا. إيه؟ بعد اذنك يابا لو تسمح لي اتكلم. انا موافق نروح للقاضي انا واخواتي ويتنازلوا لي عن نصيبهم في الدكان باللي هم يقولوا عليه. انت ابنك. قومي يا امي، قومي يا امي ما تزعليش. ما تزعليش. تكسب وتربح يا ابني، تساعدنيش يا ابني اسدد الدين اللي عليا وينوبك الاجر والثواب عند الله. بنتي يا ابني، بنتي. طب شوفي يا امي، انا لسه ما فطرتش وانت كمان شكلك كده لسه ما فطرتيش. ايه رايك تيجي عندي الدكان؟ هو قريب من هنا، يا دوبك خطوتين، تفطري وتشربي حاجه وتروقي بالك واسمع حكايتك واشوف اقدر اعمل لك ايه. تكسب وتربح يا انا قول لي يا ابني، هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي جودر. امك اسمها ايه؟ امي اسمها فاطمه. تكسب وتربح يا جودر يا ابن فاطمه. متشكر. تكسب وتربح. اتفضلي على مهلك. تكسب وتربح على مهلك. ها كلتي وشبعتي يا امي؟ الحمد لله يا ابني. بالهنا والشفا. يا سعد تعالى شيل الصينيه دي. حاضر يا معلم. قولي لي بقى، ايه حكايه بنتك اللي بتقولي عليها دي؟ شوف يا ابني، أنا ساكنة عند راجل بعيد عنك مرابي بيسلف الناس بنفايس، يعني اللي يديله دينار يسترده 2 أو 3 حسب المدة يعني. طب وايه اللي يخليكي تسكني عند راجل زي ده؟ النصيب يا ابني، النصيب. أنا يا ابني كنت بشتغل، كنت بغزل شبك الصيد وعايشة أنا وبنتي من اللي ربنا قسمهن والحمد لله وراضية. بس يا ابني بعد ما الصحة راحت زي ما انت شايف كده اتكسر عليا الإيجار. ومش بس الإيجار يا ابني، ده أنا استلفت منه الظالم المفتري مبلغ كده يعني أمشي بيه حالي لحد ما ربنا يفرجها علينا. تريه يا ابني حاطط عينه على بنتي، عايز ياخدها مني وصمم إن هو ينزلها سوق النخاسة يبيعها ويتمنها قبل الدين اللي عليا. عايز يا ابني ياخد حتة من قلبي. بنتي هتروح مني يا ابني. ساعدني ربنا يخليك. هو المبلغ اللي مكسور عليكي قد ايه يا امي؟ 400 دينار يا ابني. طب بصي يا امي، طب انا معيش كل المبلغ اصل الصراحه يعني اخواتي قشطوني على الاخر. انا هديكي كل اللي معايا تمشي بيه حالك، وبكره ان شاء الله هدبر لك بقيه المبلغ. الله 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 الله، ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ أخيرا حد من الإنس عنده مروءة وإحسان. انت مين؟ ما تخافش يا جودر، أنا رتبة، رتبة؟ جنية من بنات الملك أبو مرة الأبيض. عذبت واحدة من الخدم بتوعي بالنار، فوالدي غضب ودعا عليا باللعنة وحكم عليا أفضل بين الإنس صورة شحاتة دميمة، وما يزولش حكم اللعنة إلا إن قابلت حد يرفعها عني بطيبته ومرقته. ومن حسن حظي قابلتك انت يا جودر، رفعت عني صورة الشحاتة العجوزة. ايوه يعني ايه؟ مش فاهم. يعني يبقى لك جميل في رقبتي يا جودر، اردهولك وقت الحاجة. ازاي؟ يعني يوم ما تحتاجني ناديني، قول يا رتبة
يا خادمة العتبة، حلفتك براس أبوكي لا تطلعي سريرك ولا تتهني بنومك إلا إن حضرتي مكان مكون بحق سر الكاف والنون. هتلاقيني عندك وبرد لك الجميل. كده بقى مشكله الدكان اتحلت وما بقالكش حجه. الحمد لله. بس يعني لسه فاضل على الحلو زقه. زقت ايه تاني؟ اصل سالم وسليم اخويا لما جم يقدروا تامر الدكان بلغوا فيه قوي، وتقريبا شفطوا كل اللي معاه، واللي فاضل مش هيساعدني. طب وايه الحل في الموضوع ده؟ جينا بقى للكلام المفيد. انا هدبر اموري واخد بضاعه بالاجل من تجار كبار اعرفها، واسافر بمتجر كبير ان شاء الله. تسافر؟ تسافر فين؟ بلاد الدنيا الواسعه، ابيع واشتري. ده في حاجات يا بنت يا شروق لو خدتها معايا هنا من مصر وبعتها ببلاد بره الدينار يعمل 10. وفي حاجات لو جبتها معايا وانا راجع ربنا هيكرمنا فيها اخر كرم. وليكي عليا جهازك ده هجيبهولك من بلاد بره، وشي من بلاد فارس، وشي من بلاد يونان، وشي من بلاد الغال وبلاد الاندلس. جهازك بعون الله هيبقى ولا جهاز الاميرات. طب وهتقعد قد ايه في السفريه دي؟ مسافه السكه يعني قولي كده 2 3. ايه؟ بس ليك عليا اول ما ارجع هعمل لك فرح ما حصلش. انا الحمد لله يعني حسمت امري وهتوكل على الله. ادعي لي ان ربنا يوفقني. يا رب يا رب تروح وترجع مجبور الخاطر يا حبيبي. اهي كلمه حبيبي دي عندي بكل كنوز الارض. والله يا جودر يا اخويا انت فاجئتني. حاكم الشغل اليومين دول كتير وانا مش ملاحق. بس انا ما يرضينيش برضه اكسر بخاطرك يا ابن منطقتي. يكون في معلومك طلعه زي دي محتاجه مركب شديده، والمركب الشديده محتاجه رجاله شديده. وشوف بقى الراجل بيعمل له كام اليومين دول. انا جاهز يا ريس سعدون. حلاوته. يبقى اتفقنا، انا اخطف رجلي لواحد من بتوع المراكب الكبيره اتفق معاه، وبالمره اتفق مع الرجاله. انا بس كنت عايز اعرف سفريه زي دي هتاخد لها وقت قد ايه؟ اصل انا اول مره اتغرب واهلي يعني كانوا عايزين يطمنوا عليا. انا مش عايزك تقلق خالص، انت معايا عمرك ما هتحس بالغربه. انا مش ملاح وبس، انا براجني بجد. بطير حمام برسايل من البحر للبر ومن البر للبحر، يعني تقدر تطمن اهلك في اي وقت انت عايزه. ربنا يطمن قلبك يا ريس سعدون. حبيبي والله يا جودر. ما تقوم يا حرية، شد حيلك كده واصله بطولك وقوم. انت مش شايف رقدتك دي عامله ايه في ام العيال؟ انا مش رقدتي اللي تعبة ام العيال، انا اللي قاسم وسطها غياب جودر. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا جودر، الأيام بتمر وهو ركب المركب يكون غرقت ولا يكون البحر بلع. الله الله، هو انتوا هتفولوا عليه ليه؟ يا دي قعدة المشربية، لحد امتى يا ضنايا هتفضلي على الحال ده؟ حاسه ان هلاقي جودر في اي لحظه يوم ما جاي لي من اخر الحراب يشوي. قلبي وجعني قوي ياما. كبدي عليك يا بنتي وعليا. جودر بالنسبه لي ياما مش حبيب وغايب، جودر ده روحي، روحي وتايهه مني في حته بعيده قوي انا مش عارفه هي فين. يا بنتي كفايه بقى، حرام عليكي حرام عليكي. سعد وعجزة نظر. شروق. ايوه يا خالتي. حسيت بيك يا بنتي. جبت لك اكل. لقمه بسيطه كده، ماليش لبس
بتعيط يا شروق؟ والمخفي ده لسه بيضايقك تاني؟ لا، انا شمال ربنا مقدرني عليه. لو هيقتلني انا مش هنوله مراده. امال مالك؟ معرفش، هي دمعة كده نزلت. افتكرت لما ايه؟ كنت بعمل فطار لجودر ساعة صباحية واديهوله يا حبيبي يا ابني، وادلعه واقول له كل يا ابو شامل. جهازك بعون الله هيبقى ولا جهاز الاميرات. طب وهتقعد قد ايه في السفرية دي؟ مسافة السكة يعني قولي كده شهرين 3. يا رب يا رب تروح وترجع مجبور الخاطر يا حبيبي. عم عبد الله، عم عبد الله، يا عم عبد الله، انت ماشيه ورايا ليه يا بنتي؟ تقصد ايه بالغمزه اللي غمستها لي دي يا عم عبد الله؟ غمزه؟ غمزه ايه؟ وحياة حبيبك النبي، وحياة حبيبك النبي يا عم عبد الله قول لي، هو جودر راجع؟ وحياة حبيبي وحبيبك النبي، جودر راجع وعن قريب. ساعد العاجز تضمن الجنة، ساعد العاجز تضمن الجنة. ساعد العاجز تسعد. مش ممكن. أمي. مين؟ أمي. جودر. سندي وعكاز يا ابني. ايه اللي عمل فيكي كده يا أم؟ مفيش داعي يا حبيبي اضايقك، انت لسه راجع. المهم ان انت معايا يا جودر. عرفيني يا أم، ازاي حالك بقى كده؟ سالم وسليم ما خلوش حاجة يا حبيبي، قضوا على الأخضر واليابس. أبوك اتقهر مات، وأنا نظري راح من كتر البكا والحزن عليك. ما كنتش عارفة أنت فين ولا راجع إمتى. المهم ظهر واحد تاجر من وكالة السعيد، كان عايز يشتري البيت والدكان. أنا ما كنتش موافقة ولا راضية. رحت على القاضي وقلت حديد وبعيد، ابني جودر دافع فلوس وحق الحاجة دي قبل ما يمشي. الراجل كان مصمم ياخد البيت والدكان، لكن قبل انه يرهنه. وافقت بالرهنية، اترهن البيت والدكان وخد البت فلة بيع وشراء. ادي رباية السيد عمر المصري وانا ما فرطش فيها ابدا. طب وهو سابك عايشة في البيت بعد ما خدوا الرهنية؟ ربنا يسر لي واحدة من محاسيب السيدة، أم الأنوار السيدة نفيسة. شلها يا ست. مدد من غير عدد. كانت بتتعكز عليا واتعكز عليها لحد ما اوصل هناك، واول ما اوصل عند العتبه ابو النوم يقول لك خد عندك. بس الشهاده لله البت شروق ما سابتنيش، ولا هي ولا امها. دايما يقولوا لي تعالي اقعدي معانا، تعالي اقعدي عندنا.
بس البني آدم عزيز ما يرتاحش غير في مكانه. كله يهون يا أم، كله يهون. المهم انت تبقي بخير. لما انت تبقي بخير كل حاجة هتبقى بخير. يرضيك ويهديك ويحبب طوب والحصر فيك يا رب. المعلم جودر رجع يا عم ابو العيال. انت بتقول ايه؟ جودر رجع. جودر رجع. الحمد لله. احمدك يا رب. لينا عمر نشوفك تاني يا جودر. حبيبي يا حندوسه. الحمد لله على السلامة يا ابن الغالي. الله يسلمك يا عم ابو العيال. ايه؟ من اللي احبابه لسه اصحابه ولا ايه؟ معقوله برضه يا عم عباس، ده انت من اعز الحبايب. حبيبي. نورت بيتك واهلك وناسك يا ابن اعز الناس. ربنا ينور مقدارك يا عم حسن. الحمد لله على السلامة يا جودر. مرعي. عاش من شافك يا مرعي. حبيبي حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هانت عليك الحارة؟ سيبنا كل ده؟ عمري كله يهون. ما يهونش عليا غيابك يا شروق. عشر سنين ازاي يا جودر؟ ازاي؟ ما هو لو ما كانش سعدون الملاح اتقطعت اخباره من ساعه تاريخه كنا عرفنا ايه اللي حصل. وهيفيد بايه معرفه اللي حصل؟ ها؟ احنا في مصيبه رجوع دلوقتي. هقتله. لو فكر يمسك يا شروق هقتله. هقتلك يا جودر. استرها معانا يا رب. هدية حلوة. تعالي يا أختي. يلا بينا. لصوص! لصوص! حد ينده الشرطة يا اخوانا! ما انتوا زي التيران اهو. روحوا اشتغلوا بدل ما انتم مدورين سرقه على الخل. والله العظيم ده هم خيارتين وطماطمتين. والعنزه اللي انت سارقها دي فوق البيعه برضه. بيعه والله دي بتاعته هو. يا ندلي يا جبان، عنزة ايه يا عم؟ ده انا فاكرها قطه وصعبت عليا قلت ارضعها وارجعها لك تاني يا عم الحاج. ابوس ايدك ابوس ايدك، اعتبرها زيك عن قوتك وعن عافيتك. الزكا شيء والسرقه شيء يا حراميه. امثالكم ملوش علاج غير الشرطه تقدمه. لا والنبي يا بطل والنبي يا بطل. والله العظيم ولاد ناس. يا عم مرعي. يا مرعي. يا سالم. عايز يسلمنا الشرطه. شرطه؟ وانت هينوبك ايه لما تسلمهم للشرطه يا اخينا؟ يعني اسيبهم يسرقوا الخل؟ لا ما تسيبهمش. بس اقول لك انا بقى تعمل فيهم ايه؟ لا 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 لا. الضربة اللي توجع بجد تبقى ليلة الفرح. دي تبقى ليلة ميتة مش ليلة فرح. او المأذون اللي جاي يعقد له عليها يعقد لك انت عليها بداله. وكده برضو تبقى ليلة فرح. حلوة. فكرة برضو. حلوة. حلوة يا رجالة. ما تخلصونا بقى يا جدعان. عايز انقل البضاعه اللي مرميه في الوكاله دي. اللي هو بس يا معلم احنا خلاص قربنا نخلص اهو. هو فين اللي ربطه تخلصه ده يا سعد؟ انا دماغي فيها 100 حاجه، ولو بدات في تجهيزات الفرح لا هيبقى فيها دماغ لنقل بضاعه ولا غيره. انا عايز اطمن، عايز البضاعه تبات هنا في الدكان. ولا تشيل هم يا معلم، ان شاء الله قبل العصر نبقى بننقل البضاعه من الوكاله لهنا. يا مسهل يا رب. اتكل على الله يا ست، احنا لسه ما فتحناش. بس يا اخي استنى يا اخي. خير يا حاج، يلزم خدمه؟ ايه ده؟
معلم وردان الدنف. انت لسه فاكرنا جودر؟ طبعا فاكرك. حد يقدر ينسى وقفه الرجوله والمجدعه اللي عملتها زمان؟ اتفضل استريح. اصيل وابن اصول. اتفضل. عدم المؤاخذه، ايه اللي عمل فيك كده؟ حكم الزمن وكثره المرض يا جودر. ما تقولش كده يا معلم. الورده اندبلت تفضل برضه ريحتها فيها. لسانك حلو وقلبك جريء ودراعك شديد. انا عرفت ليه الناس بتحبك وبتدعي لك. محبه من عند الله سبحانه وتعالى. اقبل مني دول. لا لا، انا مش جاي لك عشان فلوس يا معلم. انا جاي عشان احذرك من شومان. خليها على الله. شومان ابو ازرق ومرقد لك. مسلمها لله عمره ما ينضام. ونعم بالله. ايه ده؟ استنى يا ابني انت وهو. ايه ده؟ في بس ايه؟ يا بس يا بلاش اللي اتقلب، يلا روحوا لحالكم. ايه اللي بيحصل ده؟ الحمد لله على السلامة يا جودة. انجدنا ابوس ايدك. الراجل ده متبلى علينا وبهدلنا اخر بهدله. انجدنا يا جودر والنبي اخويا. انا مش بتبلى عليهم، دول سرقوني وسرقوا بضاعتي، والعالم اللي حواليا دول كلهم شاهدين. طب والجرسه دي مين اللي امر بيها؟ سياده القاضي ولا حد شرع عليك بيها؟ وهي الجرسه محتاجه حكم من سيدنا القاضي؟ امال هي سايبه كده؟ اي حد يجرس اي حد ويشوه سمعته؟ ولاد السيد عمر المصري مش حراميه. اسر الكلام. طلباتك يعني ايه؟ يعني تمن الحاجه اللي اتاخدت منك وانا هديك فيها الطقطقين. تمام. ربنا يخليك لينا يا اخويا، ربنا يخليك لينا يا جودر. راجل يا ضلالي. كله قاعد يشوف مصلحته. يلا يلا يا اخوانا يلا يلا، مش عايزين لمه في السوق، يلا. قولوا راح يا جودر. هو ده الوش اللي انتوا مقابليني بيه بعد السنين دي كلها؟ انا اخواتي يتقال عليهم حراميه؟ سامحنا يا جودر، الحوجه مره. الجوع كافر وربنا يكفيك شر قرصة الجوع يا اخويا. قرصة الجوع؟ وما كانش قدامكم طريق تاني غير السرقه؟ اتنين طوال قراد زيكم يتجرسوا بسبب معزه؟ امكم سايبينها تشحت في الشوارع؟ الست فاطمه مرات السيد عمر المصري بتقول لله يا محسنين؟ انتوا رجاله انتوا؟ السماح يا جودر. ما اسمعش ولا كلمه يا اخي. يحق لك تعمل اللي انت عايزه يا اخويا. ادخلوا يلا، خدوا لكم هدمتين من اللي انا جايبهم وروحوا استحموا، يمكن تنضفوا من القرف اللي انتوا فيه ده. يلا يلا نستحمى يا سالم، يلا. قد الجمايل يا عم. سيدي يا سيدي، الشهاده لله مش مقصره معانا. عناب ساقع، طبق حلويات من عند ابو دنيا. الواحد عايزه ايه اكتر من كده؟ تعوز الدنيا بحالها يا حبيبي، تغلبها بالمال تغلبك هي بالعيال، وتعيشوا مع بعض في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات قادر يا كريم. يسمع من بقك ربنا ياما. مد ايدك يا سليم. انا بحب صابع زينب. موجوده؟ يلا بالهنا والشفا. وانت يا فل ولا سعد. شكرا يا سيدي. تسلم يا معلم. تسلم ايدك. وانت ياما تاكلي كنافه ولا زلابيه؟ كل اللي يجي من ايدك حلو يا ابن قلبي. انت بتحبي الزلابيه. خد يلا بالهنا والشفا. امال سالم فين؟ اتاخر قوي. ده قال رايح ياخد قهوه عند مرعي وجاي. فوتك بعافيه يا جودر. الله يعافيك ياما. سلام بقى انا يا جودر، لحسن امي تستعوقني. خلي بالك من امي يا سليم. ما تخافش عليها يا حبيبي. ربنا يسترها يا حبيبي. تعالي هنا عايز يا جودر الناس. ناس مين؟ ده اللي يبص لنا هدب صباعي في عينيه. انت هتبقي مراتي. عايز ايه؟ كنت بفكر يعني اطلع لاخواتي سالم وسليم نصيب من الارباح بتاعت المحل. هم برضه اخواتي والضفر ما يطلعش من اللحم. وماله يا حبيبي؟ المال مالك والشورى شورتك. تسلمي لي يا بنت الاصول. وكمان لو شافوا ان هم بقى ليهم نصيب في الارباح يمكن ده يخليهم يتجدعنوا ويشدوا حيلهم وينصلح حالهم. صح، عندك حق. عامة اللي تشوفه انا معاك فيه. تسلمي لي يا بنت الاصول. طب كنت عايز حاجة تانية؟ ها؟ لا انا بصي كنت عايز اقول لك على حاجه. جودر. ايه ايه يا يا بنت جودر؟ مالك؟ الناس بتبص علينا. اقسم بالله بيبص بقى قلت لك. شروق بنت شروق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قول ورايا: زوجتك ابنتي وموكلتي شروق. زوجتك ابنتي وموكلتي شروق. البكر الرشيدة. البكر الرشيدة. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسوله. وسنة رسوله. الصلاة والسلام. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. عاجله وآجله. عاجله وآجله. وانت يا سيد جودر قل له: قبلت زواجها. قبلت زواجها. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ألف مبروك. فيا فل. وردان الدنف اللي ضربني بالقلم قصاد الحاره كلها عشان خاطرك هيبقى تحيتك في فرحك النهارده. سيبه يا شومان، انت حسابك معانا. ده راجل كبير وعاجز، كان معلمك، مش رجوله اللي انت بتعمله ده. طول عمرك اصيل وشهم يا جودر، تستاهل تتنقط. دي نقطتك. مش هسيبك يا جودر، لسه طعنتك شق عروقي، هخليك تدوق طعم النار في قلبك.
الحب بلغ ديوان مولانا الوالي. النار ممكن تمسك في الحاره كلها تجيبها على الارض. اعمل ده حالي. تعمل ايه؟ اعمل ايه ده؟ ايه الدكان بيولع؟ ما يولع. هو دكانك هو دكان جودر. وجودر ده مين؟ ما اخونا. جودر اخو نفسه، طول عمره في كفه واحده كفه. يلا معايا مفيش وقت. وسيب الدكان يولع. ما يولع يا اخي. الشرطه دلوقتي على وصول والدنيا هتبقى هيصه. يلا بقول لك. على فين؟ ما تقلقش، انا عامل حساب كل حاجه على كل الجهات. انا حاسه ان انا وشي وحش عليك. كل الخراب اللي حصل لك ده حصل لك بسببي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اجمل حاجه حصلت لي في حياتي. لا يا جودر، الكلام ده من ورا قلبك. احنا بخير، مفيش حد فينا اتصاب، ودي اهم حاجه. وطول ما احنا مع بعض كل شيء يتعوض ان شاء الله. وهكذا يا ملك الزمان دارت حوادث الدنيا الدوارة بجودر المصري ابن فاطمة وعمر. ضاع ماله واتبددت أماله، وحاله بقى فرجة للقاسي والداني. لكنه لم يستسلم، إنما توكل على ربه وراح يفتش عن رزقه. والحكمة يعلمها العليم الخبير خالق المقادير، أصبح على هذا النحو والتصوير. يا رب يا رازق الطير في السماء والدودة في قلب الحجر، أصلح لي شقة وبعت لي رزق يا رب. يا رب تظبط المرة دي. يلا بسم الله. في ايه يا جدعان؟ ايه النحس اللي احنا فيه ده؟ احنا دوس على رجل عرسه ميته ولا ايه؟ مالك مزرجن ليه على الصبح؟ سمك يا جدع، خد في وشه وهجم النيل. مرمي الشبكه بالساعات ما بتطلعش بسريايه. هي قفشه معاك زي حالاتي؟ تلاقي بس في حاجه مهربه السمك. بص، انا اعرف الاغي السمك كويس قوي. انا كده عداني العيب. انا جيت له من الباب وطلبته من ابوه اتمنع. يبقى خلاص بقى محدش يلومني، انا هجيله من الشباك. انت بتتكلم على السمك ولا واحده رايحه تخطبها؟ اشتري مني بس. السمك لما بيحب يزح من النيل ويستخبى. يستخبى فين؟ انا اقول لك، بيستخبى في البرك. اطلع على بركه قارون نواحي الفيوم. بركه قارون؟ اشمعنى يعني بركه قارون؟ بعدين دي مشوار ياخد له بتاع نص نهار. ما ياخد اللي ياخده. المهم ان الرزق كتير والسمك وفير. وسمك ايه هناك بقى؟ انواع ما فيش منها هنا. انت متاكد؟ الا متاكد، انا طالع على هناك وقتي. اعمل ايه يعني؟ ارجع تاني؟ يلا هي رميه واحده وانا ونصيبي. يا الله كرمنا يا كريم، توكلنا على الله. يا مسهل يا رب. الله الله الله،
سمك احمر بيعمل شقلباظات على وش الميه. طب نقول بشرة خير يا جودر. يا مسهل. السلام عليكم يا جودر يا ابن فاطمه وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت جيت منين؟ ها؟ رد السلام الاول، ما تخافش، انا انس زيك. وعليكم السلام ورحمه الله. هو انت تعرفني؟ مش هعرفك باسم امي. انا مش مأذون لي ان انا اجاوبك على الاسئله بتاعتك دي الا لما اخرج من البركه دي حي. يعني ايه؟ احنا هنعقد اتفاق، ما قدامكش غير انك توافق عليه. ما قداميش غير اني اوافق عليه؟ اتفاق بالغصب يعني؟ الاغراء اللي في الاتفاق ده مش هتقدر ترفضه. بخصوص ايه الاتفاق ده؟ هتاخد الحبل ده وتأيدني بيه وتسيبني في البركة. انت مجنون يا عم انت. اسمع للنهاية. بعد ما ترميني في البركة ديت خليك مستني شوية. أول ما أرفع إيدي فوق المية تعرف إن أنا حي، تجري بسرعة وتسحبني، وليك عندي مكافأة عظيمة. ولما قابلتش تعرف إن أنا مت وتدعي لي وتترحم عليا، وتاخد البغلة دي وتطلع بيها على سوق الخيل. هتسأل عن تاجر هناك مغربي اسمه عبد الرحيم، هتديله البغلة دي هيديك 100 دينار ذهب، بس بشرط تعاهدني انك انت ترجع هنا تاني في نفس المكان وتبات فيه لحد بكره. 100 دينار ذهب؟ بس الحكايه فيها سر وانا لازم اعرفه قبل ما اقول اه او لا. انا مش هقدر اجاوبك الا اذا خرجت من البركه دي حي. ها قلت ايه؟ 100 دينار ذهب؟ موافق، بس خليك فاكر الشرط والعهد يا جودر، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. قول يا رب. اللي ما قلتليش انت اسمك ايه؟ مش قلت لك مش هقدر اجاوبك الا اذا طلعت من البركه دي حي. وهو كذلك. وايه اللي بيحصل ده؟ الراجل دخل جوه الميه واختفى. انا مالي؟ هو اللي كان عايز كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل راح. يا نهار اسود. ايه اللي كان خلاني طوعتك بس؟ ليه سبتك تعمل في نفسك كده؟
عدم المؤاخذه الشيخ عبد الرحيم المغربي الاقيه فين؟ هو اللي قدامك ده. متشكر. العفو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت الشيخ عبد الرحيم؟ هو ايه الموضوع؟ الكيس اللي في ايدك ده فيه 100 دينار ذهب خالص. روح لحال سبيلك يا جودر يا ابن فاطمة وعمر. جودر، انت كمان طلعت تعرفني وتعرف اسم امي؟ انت مين؟ ومين الراجل ده اللي غرق في البركه وطلب مني ايده قبل ما ينزل فيها؟ ريح روحك. ما عنديش اذن اجاوبك على اي سؤال. انا شفتك فين قبل كده؟ ها؟ توكل على الله وروح شوف حال سبيلك. لا بس الراجل يا شيخ عبد الرحيم، يا شيخ، هو راح فين؟ البغلة كمان اختفت. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ أنا لولا إن الدهب في إيدي دلوقتي لكنت قلت إن الموضوع كله خيال في خيال. خيال إيه بس؟ ده أنا اللي مكتف الراجل بإيدي وزقه جوه البركة. التاني اللي اسمه عبد الرحيم ده طلع عارفني وعارف كمان اسم أمي. وبعدين إيه حكاية البيات هنا؟ بس ما تقلقش كتير يا جودر، الصباح رباح، بكرة هنعرف كل حاجة إن شاء الله. السلام عليكم يا جودر يا ابن فاطمه. هو في ايه يا جدعان؟ هو انا امي طلعت مشهوره قوي كده وانا ما اعرفش؟ ايه الحكايه؟ هتعرف كل حاجه لو انا طلعت من البركه دي حي. نعم؟ يعني انت عايزني اكتفك وتنزل البركه زي الراجل بتاع امبارح؟ تمام. يفتح الله. بص بقى، انا مش هلعب معاكم اللعبه دي تاني الا لو عرفت ايه الموضوع. وانت ايه يهمك في الموضوع؟ انت في الحالتين كسبان. لو كانت نهايتي في البركه دي زي الشيخ اللي سبقني، هتاخد البغله دي توديها للشيخ عبد الرحيم في سوق الخيل وتاخد 100 دينار ذهب خالص زي المره اللي فاتت، وتعاهدني انك ترجع تبيت في نفس المكان لغايه بكره. ده نفس كلام الشيخ الاولاني. ولو انا خرجت منها حي يا جودر يا ابن فاطمه، هتاخد مكافأة تغنيك العمر كله. طب بس قول لي، ايه لازمة البيات هنا؟ اصل انا الناموس هرج عدتي امبارح. مش هتسمع مني إجابة عن أي شيء إلا لو أنا خرجت من البركة دي حي. ماشي، ناولني الحبل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مش عايز المال، أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل وإيه علاقتي أنا بكل ده. أنتوا تعرفوني منين؟ أنت والاتنين الشيوخ المغاربة اللي بلعتهم البركة. ريح نفسك يا جودر، ما عنديش إذن أجاوبك على أي سؤال. دلوقتي راحت السكرة وجات الفكرة، ما فاضلش غير أنا وأنت. وأنت عارف إن أنا أعلنت من الأول إن أنا مش قد المهمة دي.
يبقى ما فاضلش غيرك انت. القرار صعب. المسؤولية اللي أنا فيها بعد موت والدنا أصعب. والدنا وهو على فراش الموت أصر ليا بالطريقة اللي جودر يقدر يفك بيها الرصد. الله، هو الرصد ما كانش هيتفك بمجرد الصراع مع الجن الأحمر في بركة قارون والرجوع بجودر؟ اللي انت بتقوله ده مجرد مقدمة، لكن الطريقة اللي يفك بيها جودر الرصد شيء تاني. وايه هي الطريقة دي؟ في القران الفلكي المطلوب بوجود جودر وتجهيزه للمصادمة الروحية، ساعتها هقص ضوافري وهقص شعري وهيبان لجودر طريقة فك الرصد. انت مجهد ومحتاج ترتاح يا عبد الأحد. أنا هسيبك دلوقتي وهجيلك في وقت تاني. اتفضل يا أخويا. في حاجة يا عاكف؟ النخاس جاب الجارية الجديدة اللي طلبتها مولاتي جوهرة، وكنا محتاجين الموافقة والإذن. إذن إيه بس وده وقته؟ خد الإذن من جوهرة. شافتها وموافقة عليها. أشوف وشك بخير يا عبد الأحد. عاكف، وصل سيدك عبد الرحيم. اتفضل يا مولاي. السلام عليكم يا جودر يا ابن فاطمة. اهلا. اوعى تكون عايزني اكتفك وتنزل البركه زي الاتنين اللي قبلك. بالظبط. الله الغني يا عم الحاج. شوفوا لكم حد تاني غيري تلعبوا معاه اللعبه دي. انت نفسك كنت لعبة قبل ما تتحول لحقيقة ولازم تكمل. يعني ايه كنت لعبه قبل ما تحول لحقيقه؟ قبل ما تقف على الكلمة عايز اقول لك ان انت الوحيد في الدنيا دي كلها اللي يقدر يلعب اللعبة دي. لعبه ايه؟ اكتف ناس واشوفهم بيروحوا للموت برجليهم واقف اتفرج؟ ده ايه الجنان ده؟ الله الغني. انا ماشي. بس على شرط، لازم تعرف انك هترد ال 200 دينار ذهب اللي خدتهم المرتين اللي فاتوا. وماله؟ ارد ال 200 دينار ده. بس هو يعني انا صرفت منهم حاجات بسيطه. فكر قبل ما تتسرع وتاخد قرار. ولو قبلت الاتفاق وانا خرجت من البركه حي هفهمك كل حاجه وهيبقى في كلام بينا اغرب من الخيال. امري الى الله. أخيراً عرفت الحل. عرفت الطريقة اللي جودر المصري هيفك بيها الرصد. ممكن نعرف ايه اللي حصل؟ السر اللي الشيخ عبد الحق كان مخبيه وباح بيه لابنه عبد الأحد وهو على فراش الموت. قول يا شواهي، ايه هو السر؟ شعر وضوافر عبد الأحد. هو ده السر؟ شعر وضوافر عبد الأحد ابن الشيخ عبد الحق؟ يعني لمجرد ان عبد الأحد يقص شعره وضوافره هيلاقي الحل كده قدامه من تلقاء نفسه؟ لغز جديد ده ولا ايه يا شواهي؟ فين الحل اللي قلت انك وصلتي له؟ ممكن نهدى شوية؟ الشيخ عبد الحق كان طول عمره عارف إن إحنا بنراقبه بأكتر من وسيلة. عشان كده لما جه قال رسالته لابنه عبد الأحد كانت رسالة ملغوزة. ما يعرفش إن أنا شواهي أم الدواهي، أميرة الصحراء وسلطانة قراية رسائل الروحانيين الملغزة. ممكن تقولي لنا الأول الحل اللي أنت وصلتي له وبعد كده يبقى امدحي في نفسك وتغري زي ما أنت عايزة؟ ضوافر وشعر عبد الأحد اللي هيقصهم دول بخور، هيحرقهم عشان يفك بيهم روحانية الرصد اللي هتلقن جودر كيفية فك الرصد. وهي دي هتبقى مهمتنا الفترة اللي جاية. نفضل متربصين بعبد الأحد لحظة بلحظة، وأول ما تيجي اللحظة اللي هيقص فيها شعره وضوافره نشفطهم شفط ونبخر بيهم. كده يبقى خطاب الروحية معانا احنا. بسرعة يا جودر، هات الحق اللي على البغلة دي بسرعة. يلا
يلا السمكتين بينزعوا بسرعه 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 يا جودر بسرعه. لو ماتوا السمكتين دول على صفاتهم دي هنخسر كل حاجه. صفاتهم دي؟ هم دول مش سمكتين؟ لا دول فرخين جن. فرخين جن؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. انا هفهمك كل حاجه. انا اسمي عبد الاحد، والاتنين اللي ماتوا قبل مني دول اخواتي، عبد السلام وعبد الصمد. واللي انت كنت بتروح له بالبغله ويديك 100 دينار ذهب ده عبد الرحيم اخونا الرابع. ابونا كان شيخ كبير في علوم الفلك والروحانيه اسمه الشيخ عبد الحق. كان له شيخ بيتعلم منه، حكيم أفنى عمره في حفظ العلوم والروحانيات، اسمه الحكيم الشمردل. الحكيم الشمردل وصل ل4 كنوز. اتفق مع أبويا إنهم يعملوا رصد لحفظ ال4 كنوز، وبدأ الرصد باسمك انت، جودر ابن فاطمة وعمر. على اسمي انا؟ طب مش عايز يكون حد تاني؟ جودر تاني يعني؟ تشابه اسماء. احنا عارفين ومتأكدين ان انت جودر المقصود، ومفيش جودر غيرك. طب والسيد الوالد والراجل ده اللي اسمه الشمردل كانوا يعرفوني منين؟ وعملوا الرصد ده على اسمي ازاي؟ هشرح لك كل حاجة بالتفصيل بس بعد ما نعمل اتفاقنا. على ايه؟ هاخدك معايا المغرب في مدينة فاس، هعلمك العلوم الروحانية عشان تقدر تفتح الرصد ده وناخد الكنوز، وساعتها هكافئك مكافأة كبيرة قوي. ايوه بس انا يعني عندي امي وزوجتي ودول مسؤولين مني، ما اقدرش اسيبهم 3 شهور، دي مده كبيره قوي. هديك اللي يكفيهم طول مده غيابك وزياده. طب فهمني بس، ايه اللي طلع في دماغك على غفله موضوع السفر ده؟ وايه حكايه الفلوس اللي هبطت عليك بالزوفه دي؟ ريح قلبي يا حبيبي. رزق ياما وربنا بعته لنا، هنقول فيه لا؟ ولسه في خير ياما جاي ان شاء الله. يلا خلينا نرجع نقف على رجلينا من تاني. يا رب. يعني موضوع السفر ده لابد منه؟ الظهر كده يا شروق. على غفله كده. طيب جودر، انت في حاجه مخبيها عليا. وهخبي عليكي ايه بس؟ المهم الدهب اللي انا سايبه لكم هيكفيكوا طول فتره غيابي، اصرفوا منه زي ما انتوا عايزين ياما. انا ولا عايزه دهب ولا عايزه صرف، انا عايزاك انت يا جودر. ياه على دلع البنات، سيبيه يروح على اكل عيشه وادعي له. بس برضك البت عندها حق يا جودر. بالك ابوك لما كان بيسافر كان قلبي بيتخلع منه. شفتي؟ اديكي فكرت امي بقصه حبها مع ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. ما تفك التكشيره دي بقى. عايز اشوف وشك وهو بيضحك قبل ما اسافر. اشوف وشك بخير. اشوف وشك بخير يوم. راضي عنك يا ابني، ترجع سالم غانم قادر كريم. هو احنا مش هنريح شويه يا شيخ عبد الاحد؟ وماله المريح يا جودر؟ هو احنا فاضل لنا قد ايه على ما نوصل المينا؟ اي مينا؟ المينا اللي هنطلع منها على المغرب. لا انا هنكمل سفر على البغلتين. هما البغلتين دول مش هيودونا لاقرب مينا ومن هناك ناخد سفينه تودينا المغرب؟ انت لو كنت سالتني كنت جاوبتك. احنا خلاص قربنا من المغرب. احنا ما بقالناش ساعتين متحركين من مصر، داخلين على المغرب ازاي؟ ده احنا على خطوه البغله دي عبال ما نوصل المغرب قدامنا يجي شهور. انت عارف الساعتين دول عملنا ايه؟ قطعنا 3/4 الطريق للمغرب. ازاي الكلام ده؟ البغلتين دول مرضى مسخرين،
يعني كان ممكن يوصلنا المغرب في دقايق لولا ان انا خفت عليك ما تستحملش. يا نهار اسود، مرة ده قالوا انا اللي كنت باخد البغله اوديها لاخوكم الشيخ عبد الرحيم في سوق الخيل وبتعامل معها لانها بغله عاديه. ما هو ده اللي عمله عبد الرحيم اخويا، حكايه تاجر الخيل دي عشان يرجع بالبغله تاني، لان البغله لو فضلت على الحاله اللي هي فيها دي وما رجعتش لصورتها الاصليه ممكن تدمر اي حاجه قدامها. يا ساتر يا رب. عبد الأحد قدر يصارع 2 من ولاد أبو محرز الأحمر ويأسرهم. هو فين؟ تحت المية وهو متكتف. واحنا اللي كنا محتارين ومش فاهمين ليه المغاربة سايبين جودر يكتفهم يرميهم في البركة. كنا متصورين إن جودر هو اللي هيفك الكنوز. اتضح إنه مجرد أداة بين إيدين عبد الأحد. على كده بقى يبقى عبد الأحد قوة عظيمة واحنا ما كناش واخدين بالنا منها. قوة عظيمة؟ ما كناش واخدين بالنا منه والقصة كلها عنده هو؟ ده معناه اننا ابتداء من دلوقتي لازم عينينا تبقى على عبد الأحد. عبد الأحد زمان ورجعوا معاه جودر وأكيد بجهزوا عشان يفك الرصد. مهمتنا واضحة وصريحة. أول ما عبد الأحد يقص ضوافره وشعره نكون أسرع منه في الحصول عليهم. الحمد لله على السلامه يا جودر. الله يسلمك يا شيخ عبد الأحد. عايزك تطلع دلوقتي على مصر تحمل اخويا الشيخ عبد الرحيم وترجع بيه هنا في اسرع وقت، وبعد كده تنصرف لحد ما اطلبك في الوقت المناسب. انصرفوا. يا سبحان الله. بص على الشجره دي. هي ايه حكايتها البومه دي؟ دي معانا طول رحلتنا وجايه ورانا لحد هنا. عايزك تركز بعينيك معاها عشان تحبسها في الصورة اللي هي فيها لغاية ما نعرف حكايتها. أحبسها؟ أحبسها إزاي؟ ربنا وضع في عين الإنسان قوة خفية، عشان كده الإنسان لما يبص للجن يعرف يحبسه في الصورة اللي هي فيها. أنا أول مرة أسمع كلام زي ده. هتسمع وهتشوف العجب معايا. المهم ركز بعينيك كويس في البومة وأنا هركز في اللي هعمله. الحمد لله على سلامتك يا والدي. أهلا أهلا بنتي حبيبتي. جوهرة بنتي. أهلا وسهلا. تعالي يا بنتي تعالي. وبالنسبة للطير اللي محبوس في الشبكة هنعمل فيه ايه يا سيدي؟ خليه يتأدب في الحبس شوية وبعدين نجيبه عشان نعرف ايه حكايته. طبعا انت تعبان من الرحلة واكيد عايز تغير هدومك. بس انت استعجلتني يا شيخ عبد الأحد، ما لحقتش اجيب معايا هدوم مناسبة. بس ان شاء الله بكره ولا بعده هنزل السوق كده اشتري لي كام طقم. السوق اللي انت هتنزله مش محتاج تنزل ولا تشوف. كل شيء محتاجه هيكون عندك اول ما تطلبه، وانا هختار لك لبسك بنفسي. وريني كده. انا اسف، مش متعود ان حد يختار لي لبسي. جوهرة عايزة تريحك يا جودر. هعرض عليك انواع مختلفه وانت اختار اللي يعجبك. يا سنداب اظهر من ورا الحجاب بحق. استني سنداب ايه وعناب ايه؟ برضه شغل جن؟ وده يضايقك في ايه؟ هو الحياه كده ما يبقاش ليها معنى ولا طعم. يعني جن مسخر للاكل وجن مسخر لللبس وجن مسخر على هيئه بغله. طب الانسان بقى لازمته ايه؟ والله انا خايف القصر اللي احنا واقفين جواه ده يبقى قصر وهمي. وهمي؟ يعني يكون مارد
ومسخر على هيئه قصر. انا عذرك يا جودر. الانسان عاده لما بيتحط في حاجه جديده بياخد وقت عشان يتعود عليها. عاكف، وري جودر الجناح بتاعه. تحت امرك يا سيدي. جناح؟ ايوه طبعا، امال انت فاهم ايه؟ فاكر ان احنا نقعدك في مكان شبه اللي انت جيت منه؟ تعالى يا اخ عاكف، وريني الجناح ده شكله ايه. اتفضل يا سيد جودر. انا يعملني بالطريقه دي. سيد جودر، يا سيد جودر، يا سيد جودر. ايوه عاكف. سيدي عبد الاحد منتظرك على العشاء. طب روح انت عاكف وانا جاي وراك. انتوا قلتوا له ان احنا مستنيينه على العشاء؟ قلت له يا مولاتي. باين عليه قليل الذوق. وبعدين تلاقيه فاهم ان العشاء لسه بيتحضر. اروح عند اهله تاني؟ لا سيبيه يجي براحته. هو لازم يتعود على نظامنا هنا. بالراحه وبهدوء، ده ضيف ولازم يتعامل بلطف. قول لها. طب وبعدين هتصرف ازاي دلوقتي وانا عايش وسط ناس كل تعاملهم مع الجن والعفاريت؟ ما بتاكلش ليه يا جودر؟ معلش يا شيخ عبد الاحد، اصل انا يعني متعود انام خفيف. يا بس المائده دي معموله علشانك. انا اذا كان عليا باكل اكل بسيط. وساعات بياكل اكل رمزي لما يدخل في الصيام الروحاني، بيقعد بالثلاث اسابيع ويمكن اكتر ما بياكلش غير شويه تمر وشويه زبيب. يا عبد الرحيم، جودر مالوش في الامور دي. كل. يا خبر ابيض، لازم تاكل يا جودر، دي جوهره بذات نفسها اللي مقدمه لك الطعام، وده شيء ما بيحصلش. معلش يا شيخ عبد الرحيم، اصل انا ما اتعودتش اكل اكل انا ما اعرفش مصدره. يعني ايه ما تعرفش مصدره؟ يعني انا بصراحه من ساعه ما عرفت الشيخ عبد الاحد وانا كل شيء بيتم قدامي عن طريق خدمه الجن الا الطعام. وانا ايش ضمني؟ واحنا جايين على هنا الشيخ عبد الاحد عمل لنا مائده زي دي عن طريق الجراب اللي معاه، وانا بصراحه قلبي مش مطمن. ما دام قلبك مش مطمن، كلت ليه الاكل اللي والدي مديهولك في الطريق وانت شايف بعينيك ان خدمه الجراب هي اللي بتجلب الاكل؟ يعني كان ظرف استثنائي. يعني ايه ظرف استثنائي؟ يعني اول ما شفت الطعام خارج من الجراب الفضول دفعني ان انا اجرب اشوفه، يعني طعام زي اللي احنا بناكله ولا حاجه تانية. وبعد كده رجعت لعقلي. انا اسف عن اذنكم. ده راجل شاكك حتى في طعامنا، هنتعامل معاه ازاي ده؟ هو محتاج يطمن، وده حقه. عجايب، مش دي نبرة كلامك ولا كلامك ذات نفسه من شوية. بحاول اكون موضوعيه، اشوف الامور بعيون جودر. يا سلام، ده ايه العقل ده كله؟ وده هنتصرف معاه ازاي ده؟ هو واضح ان هيجي منه لما يتعلم. مش بالضرورة، ممكن يبقى واحد ذكي وسريع التعلم لكن ما يجيبش النتيجة المرجوة منه. المسألة مش في التعليم وبس، مسألة في همة جودر وقوة روحه. تنساش إن قوة روحه دي هي اللي خلتنا نصارع الجن الأحمر. يعني جودر هو الوحيد اللي يقدر يفك رصد الكنوز الأربعة، سواء احنا رفضناه أو هو رفضنا. لازم نتعامل معاه على الأمر ده. اتفضل يا مولاي. أمال جودر فين؟ بره بيذاكر من بدري في الجنينه يا مولاي. طب خليه يجي لي على الخلوة ونبهها على الجميع، محدش يدخل علينا. حاضر يا مولاي. هتشوف دلوقتي تجربة عملية للتعامل مع طائفة من طوائف الجن.
ارجع لصورتك الأصلية. الرحمه يا سيدي عبد الاحد. جودر خليه يفكني وانا ابقى عبد ليك مدى الحياه. جودر، انت تعرفني؟ اعرفك من يوم ما اتولدت وحضرت اسبوعك. معقولة الكلام اللي بيقوله ده يا شيخ عبد الأحد؟ الظاهر مش احنا بس اللي كنا منتظرينك يا جودر. يعني ايه؟ هتعرف كل حاجة في أوانها. مين اللي كلفك تراقبنا من مصر لغاية هنا؟ فك قيدي وانا اقول لك. انت مش في وضع مساومة يا زميم. انطق وإلا هحرقك. هو هناك حرق وهنا حرق، اعمل ايه انا بس؟ هناك فين؟ انا قاطع على نفسي عهد بالوفاء في خدمه الانسي اللي مستخدمني. اسمه ايه الانس ده؟ ما انا لو نطقت اسمه هيحرقني، ولو ما نطقتش انت هتحرقني. اعمل ايه بس؟ هسيبك في الحالة اللي انت فيها دي لحد ما تتكلم. طب والعمل؟ داهش ما رجعش لحد دلوقتي. لا يكون مات بدون ما نعرف. ممكن يكون دخل في معركة مع عدو من طوائف الجن المعادية وراح في المعركة دي. داهش مدام مكلف في مهمة لا يمكن ينصرف عنها مهما كان. طب وهنتصرف ازاي دلوقتي بعد ما فقدنا جودر وعبد الاحد؟ مراقبتنا ليهم مش معتمدة على داهش. مهما اختفوا مش هيطولوا، هنعرف نوصل لهم. صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت بتصلي؟ ايه؟ عجيبة؟ عمرك ما شفت حد بيصلي قبل كده؟ شفت كتير بيعبدوا وبيتكلموا عن الاله بألسنة مختلفة، لكن ما شغلتش بالي. كل واحد مفكر ان الاله بتاعه هو اللي خلق الكون ومسير اموره. حتى عابد البقر والحجر. كل الاديان ليها احترامها. اصل الدين ده يا داهش علاقه خاصه بين العبد وربه، مبنيه على الاختيار الحر. انا عشت فوق 20,000 سنة بمقاط الارض، عارف تضاريسها ومواقيتها وكل البشر اللي جم عليها. لو عشت زيي وشفت كمية المعارك الدموية اللي قامت بسبب إن شعب معين عايز يفرض دينه على الشعوب التانية، كنت راجعت نفسك في الجملة اللي لسه قايلها دي. جملة إيه؟ إن الدين علاقة بين الإنسان وربه مبنية على الاختيار الحر. عارف ردي على كل الكلام ده إيه؟ الآية الكريمة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العظيم. أي كلام تاني بقى يتقال غير كده يبقى كلام إنساني وراه دوافع مختلفة، مسبوق بصبغة دينية علشان يحقق أهداف معينة. أنا عمري ما صادفت إنسي بيتكلم بالطريقة دي ولا بيقول اللي أنت بتقوله ده. جايز في ناس عندها نفس وجهة نظرك بس أنا ما صادفتهاش. جودر، مش هتفك القيد بقى؟ روح راجع الشيخ عبد الأحد في حكاية قيدك دي. الشيخ عبد الأحد ساب زمامي في إيدك. الأكوان مترتبة فوق بعضها جودر بحكمة الخالق. الفرق بين عالمنا هنا على الأرض والأكوان التانية هو الفرق بين الكثيف واللطيف. أو زي داهش كده، كائن لطيف. مش لطيف يعني أخلاقه لطيفة، لا، لطيف في سرعة الحركة لدرجة محدش يقدر يتخيلها. عشان كده حسبة الزمن بيننا مختلفة. أنا نفسي أبقى زيك يا جودر. وعايز تبقى زي جودر ليه؟ أعرفه من يوم ميلاده، ما شفتوش ولا مرة بيكذب ولا بيسرق ولا بيظلم حد. راجل صالح مستقيم. وأنا بقى بصراحة زهقت من السرمحة والطيش، وتعبت من الناس البطالة اللي بتستخدمني في أعمال بطالة، بتهددني بالحرق لو ما نفذتش اللي هم عايزينه. طب والرجل الصالح المستقيم ده ما يستحقش انك تقول له مين اللي كلفك بمراقبته ولأي سبب؟ بس انت كده عايز تجيب لي الحرق يا شيخ عبد الأحد. انا بنقذ روحك من الظلام. يعني انا لو اعترفت لكم بكل حاجة وكان مصيري الحرق
ابقى انا كده انقذت روحي من الظلام. شفت سرعة انتقاله من مكان لمكان؟ أي شيء بتزيد سرعته عن حد معين وإحنا مش شايفينه، ده اللي بيسموه عالم الجن. الجن يعني الخفاء. كده أنا فهمت. الجن يعني الخفي اللي مستخبي عن عيوننا. أما الإنسان فمعدنه تقيل كثيف، لكن روحه ملهاش حدود في الانطلاق. دي أمور غريبة أول مرة أسمع عنها في حياتي. المهم تخلي بالك، واضح إن داهش اتعلق بيك، ممكن يشتتك بسرعة حركته، ودي حكاية مش سهلة. طب وأنا أعمل إيه معاه؟ واحدة واحدة هعلمك إزاي تتعامل معاه. المهم خليك حويط، لأنه ممكن يبقى ملاوع، بس لو طلع صادق هيبقى مفيد جدا. أي حد بيدخل تجربة جديدة عليه طبيعي بيبقى متوتر وقلقان، ودي مش أي تجربة. أنت هتفتح كنوز الحكيم الشمردل. أنت اتدربت بما فيه الكفاية وبقيت مستعد. عايزك تهدى وما تقلقش من أي صوت يتردد جواك من النفس أو الشيطان، إنهم بيخوفوك من الفشل. كان عندنا مشكلة في اختفاء داهش علشان تحركات عبد الأحد وجودة، لكن ادي شعر عبد الأحد وضوافره جونا عن طريق تاني. سعاد قالت لنا ان عبد الأحد خرج ومعاه جودر بعد ما قص شعره وضوافره، وده بيقول لنا ان هو ده ميعاد فك الرصد. طب ايه؟ جاهزين نبتدي؟ عند حضور الروحية المعقودة على الشعر والضوافر أنا بس اللي هخاطبهم. طبعا، على الأقل عشان التركيز. ابدأي. جاهزين؟ دلوقتي يا جودر هتلاقي عرفت وعلى الرفوت اللي انا طلعتهم من بركة قارون هيسبقوك على باب الكهف في عمق البحر. أهم حاجة التركيز والامتثال للأمر.
أرسلت عليكم بحقها يا شرى يا دناء اسمعون. أن تظهروا في مجلس هذا وتمتثلوا لأوامري، ومن يتخلف يحرق بالنار. أمرك يا شيخ عبد الأحد. هتنزلوا بحر الظلمات بدون تأخير، وهتقولوا للحراس آن الأوان نفتح كف الحكيم الشمردل للحصول على الكنوز. دلوقتي القيود اللي في إيدينا وفي رجلينا هتختفي بمجرد ما تحققوا المطلوب منكم. دلوقتي يا جودر نيجي للخطوة التانية. أنا بس عايز أعرف هو أنا هنزل البحر ده إزاي؟ ما تستعجلش، الخطوة التانية هتشوفها بعينيك. وأنا دلوقتي هقول عزيمة البحر عشان نستأذن من ملك البحار. وركز معايا يا جودر، احفظ اللي هقولهولك زي ما انت حافظ اسمك بالظبط، عشان لما اقول التعويذة والأقسام مش هينفع تسألني وارد عليك في أي حاجة، لأن لو وقفت لحظة واحدة البحر هيطبق عليك. ركز، تركيز يا جودر، واوعى في لحظة تقف مع نفسك أو يجيلك خاطر وتفكر فيه. اعتبر نفسك مجرد أداة بتنفذ المطلوب منها من غير إرادة ولا تفكير ولا مشاعر. إيه اللي وصلك لهذا المكان اللي ما يوصل له إنس ولا جان؟ أنت مين؟ أنا جودر المصري. لو أنت جودر المصري ابن فاطمة وعمر فافتح صدرك للهلاك. ما تترددش يا جودر وما توقفش مع نفسك، اتقدم وما تخافش، لأن اللي هتشوفه قدامك شبح من الروح. أول ما تفتح له صدرك هيتلاشى. كل رسم من دول صورة شبح هيختبرك بالموت. إذا خفت عدل الروح في الصورة ويقتلك.
تلاقي سيف خده. واطعن الصورة اللي قدامك. جودر ابويا، وحشتني يا جودر، وحشتني. وانت كمان، انت كمان وحشتني قوي يابا. تعال 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 تعال. جهزت عليهم حيلة، اتركوه برا بوابة الكنوز.